ومما حرمه ديننا وقام إجماع أهل السنة عليه الخروج عليهم ونزع يد الطاعة والافتئات عليهم. هذا هو موقف أهل الحق قديما وحديثا، تحريم الخروج على ولاة الأمر بالكلمة أو بالسيف. والخروج بالكلمة توطئة للخروج بالسيف. وهناك فرقة من الخوارج يقال لها القعدية، لا يرون قتال الأمراء ولكن يرون الخروج عليهم بالكلام، يرون تشويههم وإشاعة عيوبهم وأخطائهم، أي أنهم يثورون الدهم عليهم بالكلام لا بالقتال بالسيف. ذكر هذه الفرقة بعض أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تهذيب التهذيب في ترجمة عمران بن حطان. هذه وظيفته. وما من أحد يريد الخروج أو يرى الخروج بالسيف إلا جعل توطئة لذلك بتشويه ولاة الأمر وبذكر أخطائهم وتكبيرها وتعظيمها والزيادة فيها، والقصد من ذلك إثارة الدهم عليهم. فالحذر من هذه المسالك التي حرمها ديننا لما يترتب على الخروج من مفاسد عظيمة، من سفك الدماء واختلال الأمن وتضييع مصالح عظيمة دينية ودنيوية، وأيضا من إطماع أعداء الإسلام والدين من الكفار والمنافقين في المسلمين وبلدانهم وخيراتهم وغير ذلك من المفاسد. فما حرم الله شيئا إلا لما يترتب عليه من المضار والأخطار والمفاسد العظيمة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.